كاملين عاقلين هذا الحكم السويدي اللي كان حكم مباراة الأرجنتين والمنتخب المغربي في أولمبياد باريس، اللي كان عمل روينة. هذا الحكم هذا، وهذا الحكم هو اللي عينوه يحكم مباراة المغرب ضد المنتخب الأردني في نهائي كأس العرب يوم الخميس. حكم كارثي هذا والله، كان عمل معنا بزاف ديال الخصيان في أولمبياد باريس. بالنسبة لهذا الخبر هذا اللي كتداولو حاليا بزاف ديال الصحافة بلي أستون فيلا مهتم وباغي يجيب أناحي، ولكن انا من وجهة نظري هذا الانسان هذا ما خصوش يخرج من الدوري الاسباني. هذا الانسان هذا الاسلوب ديال اللعب ديالو والمهاره والفنيات اللي عنده ديال الدوري الاسباني، ما عنده شي القدره ديال البريمير ليغ. الدوري الاسباني يشوف شي فريق اللي يكون قوي وكثر من جيرونا هذه يمشي بعيد في الدوري الاسباني. اما الصوره هذه كتلخص بزاف ديال الكوارث. شوف القناه الاولى وشوف القناه الثانيه، شوف التسويق كيفاش الناس كتسوق في بطولة، وكيفاش كتسوق للكان، وكيفاش كتسوق للقناة ديالها بواحد الطريقة فنية. اختلاف كبير بين الصورة الأولى والصورة الثانية. أكيد أنا نبغي الصورة الثانية وما نبغيش الصورة الأولى. الصورة الثانية زايدة على الأولى، فيها واحد الإرث مغربي، فيها واحد الثقافة مغربية كبيرة صح. أغلى منتخبات اللي مشاركين في الكان، في المركز الرابع غادي نجبروا نيجيريا 286 مليون دولار، في المركز الثالث غنجبروا كوت ديفوار 339 مليون دولار، في المركز الثاني غنجبروا السنغال ب 419 مليون دولار، وفي المركز الاول غادي نجبروا اسود اطلس المنتخب المغربي ب 439 مليون دولار كاعلى قيمه تسويقيه في الكان 2025.